اول شغل ليك حلو، بس في حاجات كده حاول ما تعملهاش. لو ده اول شغل ليك طبعا هتدخل متحمس عايز تثبت نفسك، بس لو خدتش بالك الحماس ده ممكن يبقى سبب انك تخرج بسرعه جدا او تزهق بسرعه جدا. خليني اقول لك 5 حاجات اياك تعملها في اول شغل. اول حاجه ما تحاولش تبقى البطل، يعني مش لازم تقول انا هعمل كل حاجه، لان اللي بيشيل دايما فوق طاقته بيتكسر بسرعه وبيزهق بسرعه. الحاجة التانية اسأل، بس ما تزنش كتير، يعني اسأل لما تحتاج وركز كويس علشان ما تسألش نفس السؤال مرتين وثلاثة والناس تزهق منك. خليك محترم بس وما تبقاش لازق، يعني مش كل زميل يبقى صاحب، وخليك دايما ودود بس حافظ دايما على مساحتك بينك وبين الناس. ما تشتكيش على الفاضي والمليان، يعني حتى لو في حاجة مش عاجباك بلاش طول الوقت تشتكي. الناس بتاخد انطباع دايما عنك في اول شغل ليك او في اول معامله ليك ان انت حد شكاي وبكاي يعني. ما تمشيش فجاه، يعني لو مش مرتاح اتكلم الاول، جرب، اتعلم، حاول تجرب طرق جديده، بس ما تسيبش الشغل من غير سابق انذار حتى لو بشكل مؤقت. اول شغل مش لازم يكون احسن شغل، بس هو طبعا اكتر شغل واكتر حاجه انت بتتعلم منها. فيا اما انت تتعلم وتتطور، يا اما دايما هتكون بتتعلم بالطريقه الصعبه. فخليك ذكي وابني سمعتك من اول يوم، علشان سمعتك دي اللي هتستمر معاك في اي شغل بعد كده. يلا اشوفكم دايما على خير، واتمنى لكم تكونوا افضل. سلام.